مرحبا بكم في بيت الأبطال. مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تم إنشائها في نوفمبر 2011 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعافاه، لما كان السي مصيب القايد وزير الشباب والرياضة. نشأت لأن كنسمعو بزاف الأبطال، خصوصا الأبطال ديال السبعينات والستينات اللي وصلوا لواحد السن متقدم، وبالفعل ذاك الوقت اللي كانوا كيمارسوا ما كانتش الإمكانيات المادية اللي موجودة اليوم، وكانوا في حالة اجتماعية سيئة ومؤدبين، وكنسمع بزاف الانتقادات. هذا البطل الفلاني وأسماء كبيرة، يعني ماشي أسماء صغيرة، قد تكسير الوطن وكتموت ما كيعرفها حتى شي واحد. وبهذا تم الإنشاء، وتمت أول شراكة مع المغربية للألعاب اللي ضم تمويل هذه المؤسسة. وضربت البداية في نوفمبر 2011، وكانت البداية صعيبة بزاف لأننا واجهنا واحد الموجة ديال فقدان الثقة من طرف هاد الأبطال بزاف، لأن كيلوموا على البلاد بخصوص عدم الاعتراف بما قدموا الجميع. كاين أبطال كبار يمكن تجي في سياق الحديث من الأسماء ديالهم اللي تنساهم، ولكن الناس من الجيل ديالي كيعرفوهم. يمكن أول بطل العالم السيد غازي الزهراوي، اليوم شكون الشباب اللي كيعرفوه ما تعرفوش بيرسون طوبيسة. حنا كنذكروا على بيان سور نوال ولا عويطة ولا بدوان ولا قروش، هادو فضول الصوم على الصعيد الدولي، ولكن كاين عدد ديال الأسماء عطات بزاف الحاجات ومعروفاش بزاف. المؤسسة واضح معروف، خصو يكون أبطال، هو اللي يكون أبطال. الحد الأدنى اللي عاملين هو أبطال ديال البحر الأبيض المتوسط، هذا هو الحد الأدنى. وزولناه، يعني كنا كنعتبروا دابا يعني في 2011 كان بطل البحر الأبيض المتوسط بطل، يعني عنده إمكانيات وعنده امتياز. اليوم هاد الرياضة وهاد المنافسة أصبحت فيها أبطال ماشي كبار على أي حال. بالنسبة للرياضات الجماعية خصك تكون بطل إفريقيا، أو صفر بطل، ولا على الأقل تكون ثالث، بحال كرة القدم باغ إكزومبل لي شامبيون ديال 76، لي فيناليست ديال 2004، ولا لي ميدايي دو برونز ديال 1989. بالنسبة للأندية كل نادي فاز بالبطولة الإفريقية، وعلى تبارك الله عدد كبير ديال البطولات الإفريقية. أنا 7 الفرق المغربية اللي فازت بالبطولات الإفريقية، من الرجاء، الوداد، الجيش، الفاسي، الفتح، كوكب، بركان، يعني عدد من الأندية. بالنسبة للرياضات الفردية on exige au minimum un podium africain، على الأقل un podium africain، يعني يكون شامبيون ميداي دو برونز شامبيون أفريقيا. ما كنتحكوش على أبطال العالم، ما كنتحكوش على. وبالنسبة لي فيناليست في الشامبيون دو موند لي جوز كنعملوا لي فيناليست، اعتبارا أن باش نلعبوا الفينال ديال 1500 متر كتلعب 3 أدوار وتخمم باش توصل لها، ولا باش تلعب الفينال ديال 800 متر كتلعب 4 ديال الأدوار وتخمم، ولا بحال الماراطون باغ اكزومبل خصو يكون بين 10 أوائل، وباش توصل في لي بروميي ديال الماراطون في الألعاب الأولمبية ولا بطولة العالم خصك تكون بطل. يعني هذه الكريتيك. واللاعبين اللي لعبوا كأس العالم ديال كرة القدم، لعبوا كأس العالم كرة اليد، بهذا يعني خص البطل يجيب لنا الشواهد من الجامعة ديال بيجون، لأن حنا كنتعاملوا مع جامعات باش يكون معروف. وفي هذا الصدد وصلنا في اليوم في هذا الوقت، في الوقت اللي كانت عندنا في الافتتاح في البداية صعوبة باش نجبروا الأبطال. اليوم كنبدو الناس لأن ما عندهمش الصفة، وصلنا ل 1240 بطل مسجلة في المؤسسة من 32 نوع رياضي، يعني باش تعرف لا ريشيس
او الغناء ديال الرياضه المغربيه، وصلنا لنقطه عندنا 1270 بطل، ومازال كاين. الا قلت لك هاد الاجيال الجديده مازال حتى واحد ما جات تقيد. عندنا الشرف ديال السي حكيمي وسي زياش هادو اللي يلعبوا كاس العالم ديال 2018 ديال 2022، وغادي ان شاء الله يلعبوا كاس. دوك كلهم مازال ما شرفوناش، يلاه مازال كيجيو لافريقيا. علاش؟ لان حنا ما كنعتبروش بان هما معطلينش، ولكن الحضور ديالهم كيعطيك. باغ عندنا اسماء كبيره، مصطفى حجي يلعب كاس العالم 98، ولا يوسف شيكو، ولا الاسماء ديال 390 عندنا اسماء كبيره، كلشي مخيب. نبات، هشام، نوال وسعيد، كلهم اعضاء ديال المجلس الاداري. يعني هو كنتكلم من بعد على التسيير ديال المؤسسه. يعني عندنا هذا هو هذاك اللي يتم اختياره، خصو هو يجيب لنا الشهاده بانه يستحق ان يكون بعيد. حنا كنحاولوا نعطيو نصائح، لان الجيل الجديد ما عندناش اتصال به للاسف. اليوم الابطال منهم كلهم عندهم منح مهمه، وعندهم كيدخلوا امكانيات مهمه، وبطبيعه الحال كلهم تيخموا، وكاين اللي كيمشيو عندهم البيوت ديالهم وعندهم المشاريع ديالهم. اليوم مكاسب الابطال الرياضيين ديالنا حتى في كل الرياضات يكفيك ان بطل ما كيمشي للعالم الاولمبيه ولا لبطولات العالم ولا الافريقيه عنده منح ممتازه من طرف الوزاره، كيعطيو منح كبيره. بطلة العالم في البوكس، المنح ديالها ما بين الاتحاد الدولي والمغرب والجامعات في 250 مليون. يعني هذه الارقام يمكن لها تعمل بها مشاريع اللي ما تعطلش على المؤسسه في الوقت اللي ما كانوش ابطال، ما وصلوش، كانوا الابناء ديالهم تيقراو عندنا وتقريبهم كانوا في الحاجه. يعني حنا كنساعدوا اللي كيدخل الباب ديالنا كيجيونا موجودين. كنعطي لك رقم من بعد ديال شنو عندنا. يعني يكفيك تسجل معنا، كتكون عندك التغطيه الصحيه مباشره. يعني جميع الابطال عندهم التغطيه الصحيه مع شركه التامين. اليوم واصلين 103 ديال الكفاءات للابطال ديال السبعينات اللي كانوا في واحد ساكنين في ظروف هشه وظروف كتوصل تقريبا 100 بطل، والاغلبيه منهم لان يعني وقفنا يعني في كيان، لان اعتبرنا بان الابطال دابا اللي غيوصلوا للبركات اللي عنده 25 و 30 عام ابتداء من سنه 2000 كان البطل كيعطي المصاريف، يعني كيتخلص بطولات كره القدم الاحترافيه. اليوم كلشي كيلعب الرياضه، طبعا دفاع عن النفس، ولكن كيطلب المقابل. وكنسمعوا ديما بان كاين نقاشات مع الوزاره ومع الجامعات ديالهم، مع العلم ان المؤسسه ما كتصرفش الفلوس نهائيا. حنا الفلوس ما كيتمشاوش عندنا، ولكن السياسه اللي طبق السي موسى البغيض كما كان هذا. والشوط الثالث هو التمدرس. بالنسبه للبطل عندنا واحد 5 ولا 6 ابطال اللي كيمشيو يديروا دي سيكل مانجمنت سبورتيف كيقراو. كاين اللي مشى ليسكرو، كاين اللي مشى لبلانيتا تيقرا SMS سبورتيف مانجمنت سكول. هادو ابطال. وكاين ابناء الابطال. هنا فاش نقول لك الا خدينا الساعه راهينه اكثر من 60 واحد اللي تخرجوا بعد مشاو هم ميدان الشغل. ابناء الابطال عندنا اطباء، مهندسين، اركيتكت، فينونسي، عندنا في جميع المجالات. لان جو دو روندر اوماج بالشكر اللي خالص الرئيس ديالنا السي شاكيب بن موسى، لان بدينا بالاول مع لويير، ودابا دوبي 2 عندنا اتفاقيات مع جميع المعاهد العليا ديال الدراسه، لويير، لو ام 6 بي، لو ام 6 اس اس، اوروميت فاس، المونديال بوليس في الدار البيضاء، ام سي. يعني هادو كلهم كيعطيو امتيازات للابطال ديالنا باش يسهلوا على الكاين ديالهم، وحنا كنخلصوا فرق وهما ما تيخلصوش باش نساعدوهم. يعني هذه بديهم يعني مكسب كبير، لان نتكلموا على دي بارتنير. كنقول بان كل اكبر المعاهد اللي عندنا في المغرب دابا المشهوره
ان بارتناريا من لو ام سي سبي ديال بلكي الى كل المعاهد. ما كنشوفش اخر بلا هي لو ام سي ديال الطب، لان بزاف ديال الابطال بان الابطال كيديروا الطب. وعندنا الساعه هنا كنديو كنخلصوا على 218 ديال الاطفال الدراسه ديالهم، فيهم منهم 84 في المعاهد العليا، يعني في 6 يونيفرسيتي. في هاد الساعة حنا ما كنبغيوش بصراحة المؤسسة كتعمل اللي عليها هو الوقوف اجتماعيا بجانب الأبطال الصغير. وملي كندويو على الأبطال نسيت قبيله ما قلتش حتى الحكام الدوليين اللي كنعتبرهم هما أبطال، لأن كنساو بأن كان عندنا حكم رحمه الله arbitré une finale de la Coupe du Monde. يعني جو سي با واش كتصوروا هاد الانجاز. دونك انتم ابطال معنا. التحديات غتكون طبعا اون بو با الي او دولا ديال المهمه اللي موضوعه هنا، هو الوقوف الاجتماعي بالنسبه للابطال. حنا ما كنديروش برامج، ما نعملوش اللي غادي يمكن هو ان مع طول الوقت كيزداد الحاجيه ديال الابطال. هي ان بعض الشركات الخاصه تساعد معنا. اليوم عندنا المغرب ديال الالعاب والرياضه، الله يجزيهم بخير. لازم نقدم الشكر ديالي للمدير العام ديالها، والشكر ديالنا باسم السي الرئيس السيد وزير التعليم الاولي والرياضه، لانه هو الرئيس الفعلي ديال الموكل للجهد. نقدم له الشكر على المساعده، لان الحمد لله في هذه الساعه ما وقفيش، ولكن عندي يقين بان من عام ولا عامين 3 سنين تكون المؤسسه باش تبقى ماشيه في الطريق ديالها. لان اللي اليوم في الكوليج يطلع الليسي الحاجه تتطور، واللي في الليسي يطلع لليونيفرسيتير. و كذلك بعد عامين و3 سنين غتكون المشاكل ديال التعديات هي نخليو لو سيكتور بريفي يخمم في هذا الجيل، لان ما كاينش عندنا اللي يعطل لنا بلا سبب. لان كتعبر لكم بعد لكم البطل مزيان عنده دخل لا باس به، كنقولوا البطل ديال 25 او 30 الف سنويين. وتعرفوا لما كتدخل دير ميديسين اجوردي في المغرب سي 250 الف في العام بريفي، وتعمل انجينيور وتعمل يعني بعد لا يكون عنده دخل يعني نقولوا فوق المتوسط ولا مزيان اللي كتدخل التعليم. لان اللي لاحظت انا وفرحان له هو ان الابطال الهم الوحيد ديالهم هو الابناء ديالهم. تيحاولوا باش الابناء ديالهم يكونوا في احسن حاله ممكنه ويقراو في احسن معاهد. شكون هو الرياضي اللي كنعرفوا بان الميدان الرياضي بينيفول، يعني كتمشي حب الخير. لما تقريبا اكثر من 40 سنه قررت ندخل في انتخابات رئاسه المغرب الفريق المغربي الفاسي. كانوا عندي ماشي اعداء، كانوا عندي دي ادريسير اللي ما عجبهمش الحال. وطول المده الانتقادات الاشياء الى ربحت الماس ما لعبش مزيان، الى ما ربحتش خصها تربح، بطبيعه الحال خلصت مشاكل بزاف. وحتى بعض المرات بون سي فري كتاسفوا بوتيتر ما كانش عندنا الاشعاع الاعلامي اللي عندنا اليوم كاين والله المواقع الاجتماعيه، كاين عدد الاذاعات المتخصصه في الرياضه. في مصر كانت احد الرياضيين كيشجع مشيئة الله، وكانوا الناس كيعينوا لي جورنو لو ماتان في الصباح والاوبينيون والبيان
كانت البيان الغربيه، وكان حتى هاد الجرائد المساء بصراحه ما كانش في الثمانينات يعني، عاد يبان الاتحاد الاشتراكي كان الواحد كيمشي للجرائد وتما كنوض الانتقادات، وتما كتجاوب على الانتقادات، وطبيعه الحال اللي لا يمكن تقول باش نكونوا واضحين. الا صاحب وفق الله يحفظه الله يجزيه، ما كاينش انسان في المغرب تقول عليه الملك، الوحيد اللي 99 100% بدون منازع ما عندهمش انتقادات لهم، هو سيدنا الله يسر. بدون يسعد، نعم. لان نبغي نبين لك واحد القضيه، انني عمري ما طلبت حتى شي حاجه، جو لي جامي ريان دوموندي، حتى هذا المكان اللي انا فيه جو نو لي با دوموندي. دخلت المغرب الفاسي ملزما من بعض الاصدقاء، ما طلبتش الرئيس، لان كان عندي تقدير والاحترام التام للرئيس اللي كان ديك الساعه مرحوم السي محمد بن زكو. دخلت الجامعه ملزم، السي عبد اللطيف السميعلي رحمه الله لح عليا، يعني ديك الساعه ما كانش عندنا جامعه، كانت لجنه اداريه هي اللي تمشي الجامعه، وباش تاهلنا لكاس العالم 86 ولزمت علينا الاتحاد الدولي باش ياخذ معنا الجامعه، اذا ما كانتش الجامعه ما نلعبوش كاس العالم. وخلاص كاس العالم ديك الساعه سي ملالي تم التعيين ديال الجنرال المرحوم مكة الكولونيل سيد اللاعب الدولي السابق المرحوم سي لويس فاموس، كان هو رئيس الجامعه، ودور مكتب جامعي مكون من رؤساء ديال الانديه المغربيه، تم الاختيار نكون انا معهم، وبصفه شرفيه كنت انا نائب اول رئيس، ومشينا مع السي فاموس وخدمنا مزيان. لما جا الاتحاد الافريقي كنت في واحد الوقت في حياتي، لان الحياه فيها يعني دي مومون تريست كلشي كيعرفها. كنت اعتزلت على الرياضه، كنت خرجت لان كان جاني واحد الحدث عائلي كبير، وما بقيتش يعني سبب، كنت فقدت جوج الاطفال ديالي في حادث السير وانتعزلت. وجا عندي السي باموس الله يرحمه مرفوق بالسي محمد الدومو، وتقول لي الله يخليك غتمثل المغرب في الاتحاد الافريقي، وانا ديك الساعه ما بقيتش خرجت على الكره، ما بقيتش في المناصب اللي عندك، ما بقيتش في المناصب، باش نبين لك بانني انا عمري ما طلبت شي حاجه، ولحقوا عليا موافقه الزوجه ديالي. انا ما يمكنش ننسى كل ما عملت بلا ما ندخل الزوجه ديالي، بلا بها ما كانش بغينا نوصل، لان كنت كنسعى لحياه عائليه ترونكيل، ما خصنيش تصدع انت بقيت تجي تصرف ديالك، كل ما كان يمكن لي تمشي معايا كنت معايا معايا، وكنت كنبغي نعيش في عائله مع ابنائي، يعني في بالرضا ديالهم، يعني كلشي اللي عملت كله برضا الزوجه ديالي وبرضا الابناء ديالي، وكنحس في هذا الوقت بانهم مفتخرين بالاعمال اللي كنت فيها، وهادشي كيفرحني حيت وي. لما مشيت للاتحاد الافريقي تلاقيت بعيسى حريص، وقع بيا القسط ونطيلو كود فوت ولينا اصدقاء، ولا هو اللي يعيط لي انا مشيت بحالي، لان كان المده الزمنيه ديال الموضه ديالي 88 انتهيت في 90. 90 كانت كاس افريقيا في الجزائر، ما مشيتش لان اعتبرت نفسي سالك المهمه ديالي. مشاو المغاربه باش يدخلوا اللجان، وانا كنتفاجأ لان دخلني في اللجنه التقنيه، وتيولي محدني انا رئيس، انت معايا لازم تبقى مشاو هو في حاله وانا بقيت نبين لك، لان حتى اللي جا من بعدو على حاليا باش نبقى معاه. دخلت مشيت للمسرح الاتحاد الافريقي مع وجودي، لان لما بعد كاس العالم 94 تم تعيين الجنرال بن سليمان رئيس اللجنه المؤقته، لح عليا نكون حاضر معاه، وهذه مواقف ما يمكنش تقولها، ما يمكنش، لان كنعرفوا شكون اللي عين الجنرال بن سليمان في اللجنه المؤقته، وكنعرفوا بان الاسماء ما يمكنش ترفض تخدم بلادك، يعني هذه المده هذه اكتسبت تجربه، وكنعرف الناس وعرفت الناس، دونك بحال الا كان بغوني نبقى، لان جو بو ابورتي
يمكن لي نكسب بزاف البلاد ديالي. ومشيت مع الجنرال ستيمان المده ديالو كلها، والحمد لله نظمنا دورات ونظمنا بزاف المسائل بالمعرفه. من بعد 2010 لما خدم الجنرال ستيمان الاستقالة ديالي، انا كنت ما بقيتش في الجامعه. عيط عليا السي منصور بالخياط. السي منصور بالخياط باش ما نمشيوش بعيد، عندنا صله عائليه متينه، لان ماشي بعيد، جدو وجدي خوت، دونك اوني تري بروش سي العائله. والسي منصور بالخياط كان صديق بإذن الله رحمه الله. يعني عيط بينا، كنت كنشوف لما رجع من السعوديه، هو كان في الشركه السعوديه. لما رجع خدا ميليتير كنت كنشوفو اسبوعيا وكنتلاقى به بحال الولد ديالي. لما تعين وزير طلب مني نكون كونسيي تكنيك، وعلى اساس نجي يوم في الاسبوع او يومين. علاش؟ لان كان على ما قال لي انا السيد نطلب منه باش المغرب ينضم، خصو ينضم باش عاود يرجع. دخلنا لواحد السيكل اخر، كان هو اللي جاب لنا هادشي ديال الصحراء باش للتنظيم. تما ديك الساعه خلينا التنظيم لكاس العالم الانديه 2013 2014، تنظيم الكاس ديال الاخر من 17 سنه، خلينا التنظيم ديال كاس الامم 2015 اللي مشات يعني نظرا للوباء اللي كان ذاك الوقت. خلينا التنظيم ديال كاس ديال التصفيات الاولمبيه ما بين طنجه ومراكش. يعني خدا التنظيم يعني بداكشي هادشي عشان دشنا الملعب ديال مراكش وجبنا جوج الفرق. في ذاك الوقت كنضحك لي كنا جبنا باريس سان جيرمان تلعب في مراكش بكلفة 100 مليون. اليوم إلا بغيتي تجيب باريس سان جيرمان خصك 5 مليار. دشنا مراكش بفريق ليون الفرنسي وفريق باريس سان جيرمان، وكان عنده نجاح يعني ما كنظنش عظيم. يعني اول مره تعين نلعب 5 مليار سنتيم في ماتش، وكان عندنا الشرف في نلعب طنجه. جبنا في اتلتيكو مدريد اللي كانوا عندها النجوم بحال فورلان اغويرو، كان عندنا نجوم كانت في احسن فرق في الليغا. طنجه نلعب بلو، كانت شارك في اتحاد طنجه والوحده البيضاوي. يعني كل هذه كلها اعمال كنت معها. هذاش كان الوجود ديالي في الكابينه ديال السي منصور بالخياط، وتسالت المهمه ديالو. خصني اعترف ويعرف الراي العام بان في ديك الساعه كنت اندستريال، عندي معمل ديال النسيج خدام فيه ولدي. ما طلبت والو، يعني كنت عايش مزيان فاس. كانت عندي السياره فخمه وكلشي كيعرفها، وكنت بخير وعلى خير وما خصني شيء وما طلبت شيء. ملي سالت المهمه السي منصور بالخياط وزينه، تم واحد النهار الاستدعاء ديال الفندق سوفيتال. كان السي منصور كان واحد المجموعه ديال الاخوان، السيد زابي دوان، عزيز بوكباله، مبصر، المرحوم السي محمد العزاوي، خالد عبد الله، كمال الحلو. كنستحضر على السي اسماء كيقولنا فيها السي منصور بانه كان انشاء مؤسسه محمد السادس للاطفال الرياضيين، بان سيدنا الرئيس وافق على انشاء هذه المؤسسه اللي عطات الشرف باش تحمل الاسم ديالو باش توقف. يعني هذه هي البدايه. كان معنا واحد الممثل ديال الكتاب على اعمال الحكومه وصوب الاستاذ. في ذاك الاجتماع اقترح باش يكون مدير تنفيذي ومدير مالي، واقترحني كرئيس. انا احتفظت بالرد ديالي، تفاجأت، كانت مفاجاه. وقلت نشوف من بعد تمشي لفاس واستشرت مع السيده ديالي وقع. يعني كانت ديسيزيون كبيره بزاف، لان حتى شي واحد منكم يظن الحاله اللي عايش فيها انا. يعني جو سوي نقولك اس دي اف، يعني ما عنديش سكنه. يعني ساكن هنايا عندي الدار ديالي في فاس، عندي دار في الدار البيضاء،
الأبناء ديالي ما بيتفاسوا الدار البيضاء ومحروم منهم، يعني كنمشي مرة في الأسبوع في الويكاند إلا ما كانش شي حاجة كنمشي نشوفهم ونرجع، وعايش هنا في شقة بكية هناك خاصة ديالها ماشي خاصة لحد، فيها 70 متر يعني. ومع السيدة ديالي اللي عاشت في واحد الجو وصابرة معايا، صابرة معايا. طبعا تقدمنا في السن، ولما كنتقدموا في السن كيجيو بعض المسائل، الأمراض ماشي أمراض ولكن ما كتكونش 100% هذه، ما كتكون 70% 80% 90%. يعني كنحاول نعيشوا حياتنا، وفي نفس الوقت يعرف بأنني ماشي كما كنت كنشتغل في المؤسسة لأن عندي واحد الغيرة على هذه المؤسسة وحب وفرحان باسكو جو سوي اون تران دو روندر سيرفيس. يعني لما كنبغيو باتفاقية مع شي مؤسسة تعليمية، يعني بحال نعتبرها مكسب كبير ماشي لي أنا الحمد لله. الأبطال كنقول فرحان حنا من نهج الأبطال، يمكن الإخوان ديال اللي معايا يشهدوا بأن كنكون فرحان بزاف لما كنسمع فلان داوها ودخل دارو وقفنا معاه ولا عملنا شي عمل ولا خدمنا، كنحس بهذا الشعور. هادشي علاش نقول لك سي جو دوا ريفير لا ميم شوز سا ما كوتي بوكو بصراحة. الحياة ديالي ديال كل نهار صعيبة بزاف، ولكن جو لو ريفيري بها افيك بليزير ما نقدرش نتصور، لأن كل ما عملتو بحب وعملتو لصالح الوطن ديالي. عمري في حياتي ما خممتش في حالتي الشخصية حالها. يمكن نقول واحد السر ولا ماشي سر، وخفت مع عدد كبير ديال الإخوان، الناس اللي بغاو يشوفوا عمل بالمعارف ديالي الله يخليك طبعا، يعني وجاتني صعوبة كبيرة باش نلقى شغل للبنت ديالي، مع العلم أنها عندها ان ديبلوم تري امبورطون، عندها لي سيرتيفيكا ديال باريس. Bon, bien sûr qu'elle a trouvé du travail, du très bon travail, il n'y a pas de problème. Mais je vous explique que شنقول لك، كتدخل عليه السيدة ديالي كتقول لي إلا مرض العين صاحبي إلا بيديك الطبيب وولادك ما تديهاش فيهم. بون سا سي اون باسيون، ما عندي ما نعمل لك الله هذا، ولكن اللي كيزيد يفرحني هي أن الحمد لله جو ني با ديني، والوقت اللي كنتكلم معاك الحمد لله كنحس بأن الوسط الرياضي كيحترمني بزاف ومقدر الظروف ديالي، والأبطال اللي كنعيش معاهم كلهم كيعرفوا شكون اون تران دو فير وهادشي اللي كيعيشوا. طبعا هذه المؤسسة ما كانتش بلا سكون. الأولى نقدم بسلسل ريميرسيمون للرئيس الأول السي موسى الخياط، والرئيس ديالنا الحالي السي شكيب بن موسى، على برغم المشاغل ديالهم الوقت اللي كيعطيونا وتوقفوا معنا، لأن كل مرة نطلبهم شي حاجة كنسمع وصائية ولا مجلس الإدارة في أعضاء مؤسسين وأعضاء تبدلوا، ونخاف نذكر أسماء وننسى الأسماء. شحال تبعتوش الاسم؟ لا كاين بزاف الأسماء كبيرة اللي كنقول لكم هي أنا تقريبا الجمعية الممثلة كرة القدم. كاين السي عزيز بودبالة وصلاح الدين بصير، كان معنا السي عميد دوش، كان معنا المرحوم حميد هزاز، كان معنا سنور الدين المحيب وحيوي، ألعاب القوى كاينة مدام زابيلوان اللي ديما واخا وديما حاضرة وديما معطلنا عليها، كان السي نوال المتوكل، دراجات السي مصطفى النجاري، كرة اليد السي رجوني والسي براج، بوكس السي فضلي، نسيت والو، معاقين السي فدايلي، يعني أسماء كبيرة، أسماء عطات كثير الرياضة. وعندنا إداريين ديالهم معنا، كان معنا المرحوم السي محمد العزاوي، كان السي كمال الحلو طبعا ما نساوش، من أعضاء المؤسسين السي خليل بن عبد الله، طبعا السي يوسف الشرفي اللي حتى هو عنده شغل خاص سبيسيال، مدير المغربية على الرياضة اللي هو المساند، هو الممول الرسمي المدير الوحيد ديال المؤسسة، لأن بصراحة سي اون انستيتيوشن هومانيتير سيفيك
كتقدم خدمات عبر كتقدم خدمات كبيرة للرياضيين. كنشكروا واحد تجديد الثقة، لأن حنا حاليا في العقد الرابع، 4 كونفونسيون. كانت بروميير كونفونسيون ديال عامين، ومن بعد دوزيام كونفونسيون 4 سنين، تخوازيام كونفونسيون 4 سنين، وحنا دابا عايشين في لا 4 كونفونسيون. الحقيقة سا باس تري بيان. وطبعا لازم نقدم الشكر لكل المعاهد العليا. نذكر الأسماء وكنستسمح إلا نسيت شي هذاك لويير هي الأولى، غوميد، UM6P، UM6SS، مونديال بوليس، MC، خاطر ما نسيتش شي مدرسة، كلهم عندنا معاهم. كنشكرهم على المعاونات. وطبعا ما ننساش ميدان الصحافة، نتوما الناس اللي كيجيو عندنا، راديو ماس، راديو FM، دابو السهل اللي كيخدموا كيعاونونا كاع، تيخدموا لنا الابطال. كاين الصدفة واحد الشنو عيط لي الصحفي ديال لوبينيون، قال لي سي سعيد راه واحد البطلة إفريقيا كتبيع لك الاندكس في أوروبا. مشينا قلبنا عليها، سميتها سلمى بعزيزي، 2 fois champion d'Afrique de judo. ما عندهاش شي مسكينة، واليوم الحمد لله كنعطيوها قطيعة شهرية وكنخلصوها الكرا، وعايشة مكرمة. على قد ماشي سي با، ولكن حتى ملي كانت إلي شازير ما عندهاش هي باش تعاون كتعيش. Une vie décente. Une vie, voilà, ce qu'on leur reproche, c'est une vie décente. كاش تسمى بطلة إفريقيا جوج نوبات، يعني بحال هادو. لا بحال سي موسى عيط لي على شامبيون دافريك ديال الرugby في دار العجزة. خرجنا من دار العجزة وسكينا للدار. وأكثر من هذا، أكثر شغل يمكن نقدمو لصاحب الشهادة. الله يحفظو، الله ينصرو، الله يخليه لنا. فوق كل ما الإنشاء والاسم ديالو كيتكرم علينا سنويا، وكيصيفط 20 بطل الحج. وصلنا حاليا ل 150 يمشاو للحج، 150 واحد بتمويل من صاحب الشهادة، الله يرحمه، لأنه هو اللي تيدفع كلشي، بكل المصاريف، و بليس كيعطيو لي بريم، كيعطيو فوالا. هذه هي الخلاصة ديالها. بغيت نقدم الشكر عاوتاني للمساعدين ديالي. أنا ماشي وحدي في المؤسسة. المؤسسة فيها طاقم يتكون من كنظن 8 الأعضاء، ولكن كاين السي بدر النجار المدير المالي، السيدة سناء بناني مديرة المكتب، الأخوات فيروز العمراتي وسلمى السعيح، هما اللي واقفين مع يعني الأبطال، واللي ديما كيستقبلوا الأبطال وكيشوفوهم. لهاد الناس كاملين كنقول لهم شكرا، لأن هادي 14 سنة وهما واقفين معايا وكيساعدوني. وكل عمل هو عمل جماعي، ماشي عمل ديالي بوحدي. ما كنستشرو معاهم بزاف د الحاجات، لأن كل واحد مختص في المسائل ديالو. دونك ميرسي. أولا مرحبا بكم في بيت الأبطال. مؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين تم إنشائها في نوفمبر 2011 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة
الملك محمد السادس نصره الله وأيده وعافاه. لما كان السي مصيب الغيط وزير الشباب والرياضة. نشأت لأن كنسمعو بزاف الأبطال، خصوصا الأبطال ديال السبعينات والستينات اللي وصلوا لواحد السن متقدم، وبالفعل ذاك الوقت اللي كانوا كيمارسوا ما كانتش الإمكانيات المادية اللي موجودة اليوم، وكانوا في حالة اجتماعية سيئة ومؤدبين، وكنسمعوا بزاف الانتقادات. هذا البطل الفلاني، وأسماء كبيرة يعني ماشي أسماء صغيرة، قدمت كثير للوطن وكتموت ما كيعرفها حتى شي واحد. وبهذا تم الإنشاء، وتمت أول شراكة مع المغربية للألعاب اللي ضم تمويل هذه المؤسسة. وانطلقت البداية في نوفمبر 2011، وكانت البداية صعيبة بزاف، لأننا واجهنا واحد الموجة ديال فقدان الثقة من طرف هاد الأبطال بزاف، لأن كيلوموا على البلاد بالخصوص عدم الاعتراف بما قدم الجميع. كاين أبطال كبار يمكن تجي في سياق الحديث نجبدو الأسماء ديالهم اللي تنساهم، ولكن الناس بحال الجيل ديالي كيعرفوهم. يمكن أول بطل العالم السيد غازي زهراوي، اليوم شكون الشباب اللي كيعرفو ما تعرفوش بيرسون طاووسا. حنا كنتكلموا على بيان سور نوال ولا عويطة ولا بدوان ولا القروش، هادو فضول الصوم على الصعيد الدولي، ولكن كاين عدد ديال الأسماء عطات بزاف الحاجات ومعروفاش بزاف. إلا مشينا أنا يعني أنا جاوبتك على لماذا، واش يمكن